أوقات كثيرة نحن بنتضايق، تلاقي إن نحن لما حد يسألنا أسئلة شخصية تلاقي بنتضايق من هذه الأسئلة الشخصية. نحن كأشخاص ما بنحب نتدخل في شؤون الآخرين، يعني ما بحب أسأل أشخاص والله شو أنت متزوج، أنت عندك كم ولد، أنت شو وظيفتك، أنت كم راتبك، أنت. هذه الأسئلة الشخصية الواحد دايما ما بحب يتدخل فيها. ففي دراسة بتقول، هذه الدراسة بتقول إن أنت تعرف إنه الأشخاص الأذكياء بيكونوا هم أقل فضولا، يعني ما بيحب يتدخل في أمور الشخصية، ما يحب يكون شخص فضولي يحب يعرف كل شيء عن الشخص الآخر. هذا الشخص دايما الشخص الذكي ما بيحب يتدخل أو ما يحب يكون فضولي بالناس، ولكن بيكون أكثر فضولا بالأفكار. أي أن فضولهم يرتكز أي أن فضولهم لا يرتكز حول الأمور الشخصية للآخرين. إنه في ناس تتدخل في الأمور الشخصية للآخرين، يعني ما بتدخل في شؤون الآخرين، ويتجنبون دائما الخوض في حياة الناس، يعني هذه حياة الشخصية لهذا الشخص ما بتدخل فيه، ما بتدخل شيء ولا يهتمون بها. لكنهم في المقابل هذه الأشخاص الأذكياء يملكون فضولا عاليا في اتجاه الأفكار والنظريات والاقتراحات والتحليلات لمختلف الوقائع والأحداث. إذن الشخص الذكي دايما، الأشخاص الأذكياء ما بيحب دايما يتدخل في شؤون الآخرين، ما بيحب يكون فضولي بشؤون الآخرين، يعني ما بيتدخل في أمور الخاصة لأشخاص الآخرين، شو وظيفتك، شو متزوج، كم عمرك، عندك أولاد ولا لا، شو اسم أولادك. هذه الأمور شخصية الواحد دايما ما بيحب يتدخل فيها، وهذا من طبيعة مثل ما قلنا حسب هذه الدراسة، لأنه هذه الدراسة بيقول لك الأشخاص الأذكياء دايما ما بيحبوا يتدخلوا في الأمور الشخصية للآخرين، ولكن هم دايما بيحبوا يتدخلوا يعني أكثر فضولا بيكون لهم بالأفكار والتحليلات والنظريات والاقتراحات. هذا هي فضول الأشخاص الأذكياء.